هذا هو أكثر طالبي علم مثير للإعجاب رأيته في حياتي منذ اللحظة التي تحجرت فيها البشرية جمعاء. بدأ العد في ذهنه السبب في قيامه بذلك هو تحديد التاريخ الدقيق، لأن الطبيعة كانت تمحو كل آثار البشرية أثناء عملية التحجر لكي يستيقظ بناء على قوة الإرادة. فقط كان عليه أن يتأكد من أن ذلك كان خلال الربيع، عندما كانت كل الأشياء تعود إلى الحياة. لقد عد لمدة 3700 سنة، ثم عندما سقطت قطرة من السائل تحرر أخيرا من التحجر وولد من جديد. عندما استيقظ سينكو لم يكن مغمورا بالحماس، يا فورا بحفظ راغبا في حل لغز تحجر البشرية. كان هو نفسه دليلا مهما عند رؤية القروض تهرب منه. أكد سينكو شيئا واحدا: الضوء الأخضر الذي أضاء فجأة قد حول كل البشرية إلى حجر الحضارة الإنسانية. اختفت تماما. كان على الأرجح أول إنسان يستيقظ، لكنه لم يكن يائسا. بدلا من ذلك كان متحمس لأنه أراد بناء مملكة علمية من الصفر. كانت المشكلة الأولى التي يحتاج إلى معالجتها هي النار. خطة لاستخدام طرق بدائية لإشعال النار عن طريق فرك الخشب، لكنه لعدم مهارته في العمل البدني قضى فترة الظهيرة كاملة دون أن يخلق شرارة واحدة. لذا قرر جمع المواد. أولاً، جمع حجارة صلبة ملونة يمكنه استخدامها لصنع الأدوات، ثم استخدمها لقطع الكروم وسحبها إلى خيوط ولفها إلى حبال، وأخيراً ربطها بالأغصان. كان مثقاب القوس البسيط جاهزاً. الآن هذا سيجعل إشعال النار أسهل بكثير.